نهائي. انتهى ديربي النيل إذن بفوز الأهلي المصري على الهلال السوداني والتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. إذن النتيجة كانت ثقيلة، ربما لم تكن متوقعة حتى من الأهلي، 3 أهداف مقابل لا شيء. إذن البداية كانت في الدقيقة 25 وذلك عن طريق اللاعب كهربا الذي سجل هدفا جميلا بعد ترويض موجه وكرة في الزاوية البعيدة. الهدف الثاني جاء في الدقيقة 64 وذلك من اللاعب حسين الشحات الذي دخل مباشرة ليعطي التقدم للأهلي وتعميق الفارق. بعد ذلك أيضا ترويض موجه، مراوغة وهدف تالي لنفس اللاعب في الدقيقة 81. حسين الشحات إذن يسجل هدفين. ومن الناحية الأخرى سان داونز يبقي على النتائج الإيجابية أيضا والتصدر.